اخبار مهمه ومميزه جدا عن نادي الزمالك، والزمالك اتعاقب مع الكولومبي خوان كارلوس، ومدحت عبد الهادي شدد بالفوز على البنك الاهلي، واحمد فتوح يدخل قائمه مباراه البنك الاهلي. اتمنى قبل ما نبدا دعمكم يا زملكاويه، اعمل لايك للفيديو، ولو انت جديد في القناه اشترك في القناه، ويلا بينا نخش على تفاصيل اخبار نادي الزمالك. وهنبدا باول اخبار معانا، والزمالك رسميا يتوصل لاتفاق مع المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس اساري، والمدير الفني ده هيجي يوم الاحد المقبل، وكمان هيتفرج على مباراه الزمالك ضد البنك الاهلي عشان يعرف اللعيبه اكتر. واحب افكركم ان الزمالك دلوقتي بقى في المركز السابع، ودي حاجه بصراحه تزعل جدا. الزمالك اللي هو بطل 2 دوري ورا بعض دلوقتي شوفوا بقى في المركز الكام، وحاجه بصراحه لا تليق باسم نادي الزمالك ولا جمهور نادي الزمالك. واتمنى ان المدير الفني ده يحاول يسيطر على اوضه اللبس، يحاول يسيطر على اللعيبه اللي هي انا شايفه انها متغازله ومش على قد المسؤوليه ومش حاسه بقيمه التيشيرت اللي هي لابساه. احب افكركم بس المدير الفني ده كان ماسك منتخب المكسيك، وكمان هو اللي اقصى المانيا من كاس العالم 2018، وكسب 2 كاس كولومبي. وعايز اقول لكم كمان ان هو فاز بالسوبر الكولومبي. انا شايف ان هو السي في بتاعه يعني لحد ما، ولكن اتمنى ان هو يكون كويس وشخصيه قويه على ارض الواقع، ونشوف كمان هيعمل ايه مع فريق نادي الزمالك اللي هو حرفيا متدمر، والسكواد حرفيا ده ضايع بمعنى الكلمه السنه دي. نتمنى على اللعيبه دي تحاول تحصل على المركز الثاني علشان نعرف نشارك الموسم اللي جاي في افريقيا. واللعيبه دي بنهايه الموسم اتمنى ان هم يمشوا او يتصفوا حرفيا، لان اللعيبه دي حرفيا مش نافعه النادي في حاجه. واتمنى بصراحه ان المدير الفني ده يعني يحاول يظبط الدنيا شويه داخل نادي الزمالك، لان الامور صعبه جدا واللعيبه حرفيا مش حاسه بقيمه الزمالك دلوقتي والوضع اللي فيه الزمالك، وان احنا نكون مركز سابع دي انا شايف انها كارثه بصراحه. ولك الله يا زمالك. والخبر الثاني بعد كده، واكد المدير الفني المؤقت الكابتن مدحت عبد الهادي وعقد جلسه مع اللاعبين، واكد عليهم ضروره الفوز على البنك الاهلي في المباراه اللي جايه، وقال لهم كمان ان هم لازم يأدوا اداء رجولي شويه علشان يصالحوا جمهورهم بسبب مباراه المصري اللي الزمالك خسر فيها 3-2. واتمنى ان اللعيبه يكون عندها شويه نخوه ودم شويه ويلعبوا برجوله علشان طبعا يصالحوا الجمهور اللي زعلان منهم. وكابتن مدحت عبد الهادي كمان اكد بعض الجمل التكتيكيه للعيبه علشان ينفذوها في ارض الملعب، وفي نفس الوقت برضه اكد على ضروره انهاء الهجمه، وفي نفس الوقت برضه استغلال المساحات وان هم ينهوا اي هجمه بجون في النهايه. وده اهم حاجه، ان اللعيبه يكون عندها تركيز اثناء المباراه، ما يسيبوش المباراه في الاخر زي اللي حصل في مباراه المصري عمل علينا ريمونتادا. اتمنى ما يحصلش ده مره ثانيه قدام البنك الاهلي. وما تنسوش ان البنك الاهلي فاز علينا في كاس الرابطه 3-0، وكانت مباراه اهانه حرفيا بالنسبه للاعيبه نادي الزمالك. ونتمنى ان اللعيبه تفوق خلال الفتره الجايه وتحس ان هي دلوقتي بقت في المركز السابع. والخبر اللي بعد كده، واحمد فتوح الباك الشمال هيرجع مره تانية لقائمه نادي الزمالك في مباراه البنك الاهلي، وبنسبه كبيره هو اللي هيبدا المباراه في ناحيه الشمال. طبعا احمد فتوح مش محتاجين نتكلم عليه، اكيد اضافه قويه جدا لتيم نادي الزمالك. هيغيب عن المباراه دي وعن تشكيل نادي الزمالك وهو عبد الله جمعه للاصابه، ولكن نتمنى ان اللعيبه تسترجل وتلعب برجوله اهم حاجه في مباراه البنك الاهلي. الخبر اللي بعد كده تعلق بيوسف اسامه نبيه، وحاليا برضو بيراميدز بيقدم عرض يوسف اسامه نبيه علشان يوقع، اللي احنا عارفين ان هو عقده بينتهي مع الزمالك في نهايه الموسم. فبيراميدز بيحاول ان هو يفاوض اللاعب بحيث ان هو يتنقل لنادي بيراميدز او يجيله فري بمعنى الكلمه، ولكن كل ده نتوقع في النهايه ان ممكن نادي الزمالك يقنع اللاعب، وفي نفس الوقت برضه يجدد معاه ممكن 3 مواسم او 5 مواسم. اللاعب طبعا من ناشئين نادي الزمالك واكيد هيقدر كل ده، ولكن وقت بس لما يحصل استقرار كل ده يحصل ان شاء الله، واللاعب يفضل موجود داخل النادي الزمالك، النادي اللي طلع منه وفي نفس الوقت برضه عمل اسم فيه، وكل الدعم ان شاء الله. واللعيبه تسترجل شويه وتلعب برجوله وهيكون عندها روح خلال الفتره الجايه، وتحس شويه بالجمهور اللي هم اصلا ما فرحوش حتى خلال السنه دي ولا حتى عملوا نقطه عرق بجد منهم علشان فعلا يستاهلوا الدعم اللي احنا بندعمه ده كله. ونتمنى اللعيبه يعني تحاول تجيب المركز الثاني في الدوري، وان شاء الله القادم افضل لنادي الزمالك. متنساش تعمل لايك واشتراك. سلام.